السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تحليه بارده سهله وبسيطه لكن طعمها حلو جدا جدا. هنعمل تحليه بارده 3 طبقات حلي الجيلي بالبسكوت بمقادير بسيطه واقتصاديه وعلى قد الايد، لكن طعمها رهيب. عايزه اقول لكم ان انتوا لما تعملوا الوصفه ديت اولادكم هيعشقوها وهيطلبوها منكم كل يوم. كبار وصغيرين هيحبوا الوصفه دي جدا جدا. جو دلوقتي حر وعايزين حاجه كده ترطب على قلبنا، مش هتلاقوا احلى من التحليه ديت. وزي ما قلت لكم هي على قد الايد، ان شاء الله المقادير هتكون عندكم في البيت وهتقوموا تجربوها وهتعجبكم جدا جدا. ولو ما عندكوش فراوله هقول لكم ايه البديل بتاعها، لكن لازم تجربوا الوصفه دي لان بجد تحفه. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نحضر التحليه بتاعتنا محتاجين اول حاجه طبقه البسكوت. معايا 150 جرام من البسكوت الساده بتاع الشاي، اي نوع يا جماعه انتوا حابينه، تجيبوه جاهز او ان انتوا عاملينه في البيت او بسكوت العيد زي ما انتوا حابين. البسكوت ده انا عاملاه في البيت ودولت كده 150 جرام. هبتدي بقى ان انا اطحنه كويس جدا لحد ما ينعم ويكون كده عامل زي البودره. تقدروا ان انتوا تطحنوه في الكبه، ولو ما عندكوش كبه اعملوا زي كده في المطحنه بتاعه الخلاط. وبرده لو ما عندكوش حطوه كده في كيس ودقوا عليه بقى كده بايد الهون اي حاجه، المهم ان هو ينعم كده زي ما احنا مش شايفين. انا عايزاه ناعم جدا زي البودره. كمان تقدروا ان انتوا تخلطوا معاه 3 معالق كبار من الزبده السايحه لو عندكم. ما عندكوش يبقى حطوه كده بسكوت عادي جدا. جبت بقى اطباق او الاطباق اللي هي الاكريليك ديت او كوبايات اللي موجوده عندكم، وحطيت معلقه ونص او معلقتين من البسكوت على حسب طبقه البسكوت اللي انتوا بتحبوها. ونضغط بقى كده بظهر المعلقه كويس جدا عشان طبقه البسكوت تطلع معانا كده متماسكه زي ما شفناها مع بعض كده في اول فيديو، والطبقات تطلع مع بعض كده متماسكين. شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا. خلصت كده كل الكمية هركنها على جنب ونحضر الطبقة التانية. تاني طبقة هنحضرها هي طبقة الكريمة. معايا كزرولة أو حلة صغيرة وهضيف فيهم كوبايتين من الحليب يعني 400 ملي. لو انتوا هتستخدموا الحليب البلدي بنغليه الأول وبنسيبه يبرد علشان أنا عايزاه بارد، ولو الحليب معلب يبقى نستخدمه على طول. حطيت عليهم معلقتين كبار من نشا الذرة يعني 20 جرام. ليه بقول لكم ان احنا نغلي الحليب ونسيبه يبرد؟ عشان لو حاطين عليه النشا لو نزل في حليب سخن هيعمل معاكم تكتلات، فلازم نغليه الاول ونسيبه يبرد. بعد كده ضفت معلقتين كبار من السكر حبيبات. تقدروا ان انتوا تزودوا كمية السكر عن كده زي ما انتوا حابين، بس انا بالنسبة لي السكر ده كان مظبوط جدا. تقدروا ان انتوا بعد ما تعملوها تدوقوها. بعد كده حطيت رشة من الفانيليا وبقلب بقى كويس جدا كده على البارد لحد ما السكر والنشا يدوبوا معايا. بعد كده هرفعهم على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما تبتدي تتقل معانا زي بالظبط اللي هي المهلبية. واول ما تلاقوها كده ابتدت ان هي تغلي وتعمل فقاقيع من على الوش، سيبوها كده تغلي لمدة نص دقيقة عشان نتأكد ان النشا معانا استوت. وده كده بيكون شكلها. بس طبعا لازم نقلب باستمرار عشان ما تعملش معانا اي تكتلات. وهي سخنة كده ننزل عليها على طول على طبقة البسكوت، لان لو سيبناها تبرد هتعمل تكتلات وهتتقل ومش هنعرف ان احنا ننزلها كده ويكون شكلها انسيابي زي ما احنا شايفين. ما شاء الله المقدار مظبوط جدا على الكمية اللي احنا عملناها، ولا حاجة لازقة في الكازرولة ولا اي حاجة. بعد كده هسيبها تبرد تماما لحد ما الوش كده يمسك. انا مش عايزاها تكون سخنة عشان لما نيجي نحضر الطبقة التالتة. هدخلهم بقى التلاجة، بس الاول نسيبهم يبردوا الاول وندخلهم التلاجة. حاجة مهمة برضو عايزة اقولكوا عليها، لما نيجي ندخل الاطباق التلاجة مينفعش ندخلها وهي سخنة او وهي دافية، كمان ما نغطيهاش عشان الوش بتاعها ما يعملش مية. يعني لازم نسيبها تبرد تماما بعد كده ندخلها التلاجة. اخر طبقة هنحضرها هي طبقة الجيلي. معايا باكو واحد بس من الجيلي، ده جيلي بطعم الفراولة واي طعم انتوا حابينه، بس الكل بيعشق الفراولة بصراحة واحنا كمان بنحبه فقلت اعملها بالفراولة. لكن طعم الجيلي اللي انتوا بتحبوه تقدروا ان انتوا تستخدموه. حطيت كده كل كمية الجيلي وضفت عليهم كوباية من المية المغلية يعني 200 ملي، ونقلب كويس جدا لحد ما نتأكد ان الجيلي معانا دايب. المية في الاول لازم تكون مغلية عشان يدوب معانا الجيلي ويطلع كده معاكم متماسك. بعد كده ضفت كوباية تاني من المية الباردة أو المية المتلجة يعني 200 ملي، ونقلب لمدة ثواني كده. طبقة الجيلي بقت جاهزة معانا. طيب احنا ليه بنضيف مية متلجة؟ ده بيخلي الجيلي يتمسك معاكوا أسرع. عايزين تحطوا مية من الحنفية زي ما انتوا حابين. كده خلاص بقت جاهزة معانا، والخطوة اللي هنقول عليها دلوقتي دي اختياري. معايا كده قطع من الفراولة أنا مقطعاها قطع صغيرة زي ما انتوا حابين. عندكوا فراولة حطوها، ما عندكوش استغنوا عنها. عايزين تحطوا موز برضو بتطلع حلوة جدا جدا. اي نوع فاكهة انتوا حابينه حطوه، بس يعني متهيألي جيلي الفراولة بيمشي معاه اكتر الفراولة والموز.
بعد ما قطعت بقى الفراولة مش بكون ضايفة عليها اي حاجة، باخدها كده بالمعلقة وابتدي ان انا احطها على طبقة المهلبية. زي ما شفنا مع بعض انا سبت الاطباق في التلاجة لمدة ساعة لحد ما وش المهلبية كده اتمسك معانا. كنت بحط ايدي، مفيش اي حاجة بتطلع في ايديا. لازم الطبقة تمسك عشان لما نيجي نحط فاكهة او نيجي نحط جيلي الطبقات ما تخشش في بعضها. احنا عايزينهم 3 طبقات كده متفاصلين زي ما شفناهم مع بعض في اول الفيديو. لكن لو الطبقة سخنة او دافية هتلاقوا المهلبية نزلت في قلب الجيلي وكله دخل في بعضه. بحط بقى كده كمية الفراولة، الكمية اللي انتوا حابينها زي ما انتوا حابين حطوا، بس بصراحة بيكون طعمها حلو جدا جدا، وبرضو من غير الفاكهة بتكون حلوة. خلاص كده وزعت كل كمية الفراولة، هبتدي بقى بالمعلقة هحط الجيلي. طبعا بنحط لحد ما نوصل لاخر الاطباق، وطبقة الجيلي كده بعد ما بتمسك هتلاقوها مسكت مع الفراولة او الفاكهة اللي انتوا حاطينها. بعد ما بخلص كل الكمية بالشكل ده، عايزة اقول لكم بس حاجة كمان، ان الباكو الجيلي اللي احنا عملناه اتبقى كده طبق صغير عملته جيلي، فبيتبقى شوية صغيرين كده تاني. بعد ما بخلص كل الكمية بحطها كده في صينية وبدخلها التلاجة عشان بس اقدر ان انا اشيلها بكل سهولة، ما افضلش رايحة جاية كده بالكوباية. وبتقعد من 3 ل4 ساعات لحد ما الجيلي يتمسك معاكم. بعد 3 ساعات اتمسكت معانا طبقة الجيلي زي ما احنا مش شايفين كده، حاجة زي العسل. بصوا بقى الطبقات عاملة ازاي، طبقة من البسكوت، طبقة من الكريمة، طبقة من الجيلي، يعني لوحدها كده روحة فنية. حلوة جدا في العزومات تعملوها، انا متأكدة ان ولادكم هيحبوها، وصغيرين وكبار هيعشقوا التحلية ديت. وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية، وزي ما شفنا مع بعض بأقل من كوبايتين، لا هما كوبايتين مش أقل، أقل من نص كيلو من الحليب تقدروا تعملوا الجمال ده. تعالوا بينا بقى نشوف الطبقات هتكون عاملة ازاي. بصوا أهم حاجة كده وانتوا بتاكلوها هاتوا من تحت عشان تطلع معاكم طبقة البسكوت والكريمة وطبقة الجيلي. حاجة يا جماعة كده وهم، والله طعمها حلوة جدا جدا، بتدوب كده في البق. عايزة لكم كمان ان الجو دلوقتي حر جدا وهي كانت ساقعة، هتحسوا بانتعاش كده وانتوا بتاكلوا التحلية ديت. انا كنت عملت التحلية دي قبل كده من سنة بنفس المقادير، حلوة جدا جدا، يعني جربوها ومقادير ناجحة 100%. بس انا كنت عاملاها قبل كده ان انا ضفت مع البسكوت المطحون 3 معالق كبار من الزبدة. بس المرة دي قلت لا مش هحط الزبدة عشان اللي معندوش زبدة ما يقفش على الوصفة، لان هي بجد تستاهل ان انتوا تجربوها. سهلة وبسيطة وعلى قد الايد وطعمها حلو جدا جدا. عايزة لكم كمان ان وانا بدوقها انا قعدت اخد معلقة في معلقة ووقفت الكاميرا وخلصت الطبق من حلاوتها، والله مش هتصدقوا طعمتها. هعمل لكم ان شاء الله تحليات سهلة وبسيطة وعلى قد الايد، وكمان عشان ما نقفش في المطبخ كتير. ودي كده كانت وصفتنا النهاردة. أتمنى لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. وما تنسوش يا حبايبي اللايك للفيديو عشان ده اللي بيرفع الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.